السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم دعاء صلاح. للي أول مرة تزوروا القناة عندي إن شاء الله كده بقى تحطوا لايك وتشتركوا لو لسه ما اشتركتوش، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم مني كل جديد. مبدئيا كده معانا فيديو حلو جدا هنعمل فيه سندوتشات شاورما. انا هعمل الشاورما بطريقه يعني غير اللي هي بتبقى متبله وكده. فمبدئيا كده طبعا هنعمل مع بعض كوبايه النسكافيه. جماعه الفيديوهات اللي بتنزل لكم آه يعني بعمل فيها مبدئيا كوبايه النسكافيه دي. النسكافيه ده كان عندي والفيديوهات دي كانت عندي قبل المقاطعه. تمام. بس انا دلوقتي بقى قلبت الموضوع وبقى يعني بقيت بشرب قهوه. تمام. هنعمل مع بعض كده سندوتش جبنه نص رغيف. ده بيكون فطاري بصراحة، ما بقدرش ان انا اكمل رغيف خالص. تمام. فهنعمل مع بعض كده كوباية النسكافيه و يعني نص رغيف. هو هنا كان جه عليه مية تقريبا من المية اللي انا كنت حطاها، بصبها يعني. تمام. هنبدأ كده مع بعض. طبعا بعد ما خلصنا وفطرنا جه وقت الغدا كده بدأت ان انا اعمل اول حاجة هي التومية. هنعمل مع بعض تومية حلوة جدا. يعني ممكن يكون 5 فصوص من التوم، ومعانا هنا كوباية ونص لكوبايتين من المية، عليهم 4 معالق كبيرة نشا. ونحط كده فصوص التوم صحيحة. تمام. فأي حاجة بقى كده عندك ألمونيا وتقلبيها كويس جدا قبل ما ترفعيها على النار. التومية سهلة جدا وعمايلها حلوة وبسيطة كده. مفيش أي توابل ولا ملح ولا أي حاجة. حطينا بس 4 معالق من النشا، كوباية ونص لكوبايتين من المية. تمام. ومعانا 5 6 فصوص من الثوم. هنفضل نقلب كده لحد ما تدينا كده قوام. يعني ايدينا فيها عشان ما تكلكعش مننا او تعمل كتل. فنبدأ نقلب كده لحد ما تبقى بصوا عاملة زي الفازلين. بصوا جميلة جدا، ولازم يبقى فيها فقاعات كده تستوي، يعني لازم عشان دي نشا طبعا لازم تستوي. تمام. هنقلبها كده لحد ما تستوي معانا زي ما انتم شايفين. لازم تستوي كويس جدا عشان طبعا انتوا عارفين يعني فيها نشا وكده اهو. بصوا هنعمل ايه بقى. هنجيب هنا طبق ندهنه شوية من الزيت ونصب فيه الخليط كله ونسيبه لحد ما يبرد. لازم يبرد، ما ينفعش نحط الخليط في الخلاط وهو سخن. التومية كده معانا هتبوظ. والخيار المخلل ده سريع. قطعته زي ما انتم شايفين كده ومية سخنة وتوابل بقى ملح وشوية شطة. وزي ما انتم شايفين كده معانا ساعتين كده وكانت خلل معانا. هنجهز بقى كده مقادير التومية معانا بعد ما بردت. معايا التومية طبعا بعد ما بردت، ومعايا علبة من الزبادي ونص كوباية من الزيت. هنحط معلقة من الخل، والملح برضو على حسب على حسب يعني برضو هتدوقي فاهمين. يعني هو ممكن يكون معلقة صغيرة مبدئيا، وبعدين هتشوفي بقى الملح عندك وتظبطي المقدار. لو عايزة تضعفي المقدار ده مفيش اي مشكلة. بصوا النشا نازلة زي الكتل ازاي كده. الزيت شوية الزيت اللي احنا دهنا بيهم الطبق خلوا التومية تنزل بسهولة، ما يبقاش منها في الطبق حاجة. هنحط بقى التومية وهنحط معاها نص كوباية الزيت. تمام. وزي ما احنا قلنا كده ان شاء الله توابل معانا يعني والبهارات دي كلها بنحطها في قلب الخلاط. اهو حطيت معلقة من الملح. تمام. اللي هي دي معلقة صغننة جدا، بس يعني قولي نص معلقة، حطيت منها 2 يبقى معلقة صغيرة. وزي ما قلت لك الملح على حسب ما انت حابه يعني تكون مالحه ولا ايه. وهنحط كمان من معلقه لمعلقتين من الخل، وعصير نص ليمونه لو كبيره. لو ليمونه صغيره نحطها كلها. مفيش اسهل من كده. بصوا التوميه سهله جدا جدا. هنفضل نخلط كده بالخلاط لحد ما القوام معانا. لو احتاج زيت هنحط له، ولو احتاج شويه لبن صغيرين او شويه ميه لحد ما يلف معاكي كده في الخلاط. وده كان ده قوامه ما شاء الله. هتشوفوه دلوقتي وانا بفضيه. وكمان لما بيقعد في التلاجة بيتقل. بصوا هو مش خفيف كده، هيتقل معانا لما يهدى شويه. هنفضيه كده في اي علبة عندنا بقى ونحتفظ بيه في التلاجة للسندوتشات. حتى مثلا بطاطس محمرة عايزة تحطي جنبها اي صوص. جميل قوي قوي وحلو وكمان كانت ريحته حلوة قوي وطريقة سهلة يعني. بصوا هنفضي هنا كده. زي ما قلت لكم القوام بتاعه بيتقل. لو وصلنا هنا نصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام ونحط اللايك لو لسه ما حطيناش اللايك. تمام. بصوا
هنسيبه بقى كده طبعا يهدى، لانه كان لسه كمان تحسوه كده دافي طبعا من ضرب ضرب الخلاط. معانا هنا العيش اللي هو العيش السوري، انا بجيبه جاهز بصراحة. عندي الولاد بيروحوا يشتروا الكيلو، مش عامل 29 30. بس انا مش عارفة بقى يعني، هو دلوقتي زمانه غلي. وهنحط بقى مع بعض كده نشوف هنحشي ايه. معايا هنا نص كيلو من البانيه غسلاه جدا حلو، ومصفياه كويس جدا جدا، غسلاه يعني بالملح والليمون. وهنعمله كده بصوا شرايح كده طويلة. ليه بقى؟ زي ما قلت لكم انا هعمله بطريقة تانية. آه ان انا هشوحه بالبصل والتوابل. يعني في ممكن ناس المفروض الشاورما الصحي اللي هي بتقطعي البانيه بتاعك وتحطي بقى طبعا علبة زبادي وتوابل، وتبيتيه ليلة او قبل ما تعملي الاكل بتاعك بساعة او حاجة في التلاجة. لا انا بحب اعمله كده، لان بصراحة بحس ان الطريقة التانية بيكون طري قوي، وهم مش بيحبوه كده، بيحبوا الطريقة اللي انا بعملها دي. بصوا انا بعد ما قطعت طبعا البانيه شرايح، عملت البصل شرايح برضو والفلفل شرايح كده بالطول اهو. كل حاجة سهلة وبسيطة جدا، ونعمل لولادنا السندوتشات دي في البيت. طبعا انتوا عارفين الحاجات دي لما بتتعمل بره، عارفين طبعا تكلفة السندوتش كام يعني. تمام، من 45 ل50 على حسب المكان كمان اللي انتي قاعدة فيه. والله وبنطلبه من بره بنحس ان هو يعني طبعا مش زي ما انتي عاملاه في البيت. آه وضامنه نظافته وكده. هنسخن معانا كده طاسه على بوتاجاز، وهننزل بيها اول حاجه هننزل كده بصدور الدجاج. بصوا ما نقعدش بقى نحاول ان احنا نقلب فيها كتير عشان ما تنزلش الميه بتاعتها وتعمل ريحه وحشه، او تبقى في ريحه زفاره او كده. فهنسيبها كده من وقت للتاني، هنديها تقليبه لحد ما لون الفراخ بتاعتنا يعني يبقى كله لون موحد، زي ما انتم شايفين كده تبيض ويبقى شكلها حلو. زي ما قلت لكم طريقتي دي عادي يعني زي اي فراخ بتتعصج، مش بالزبادي ولا حاجه. هنحط هنا شرايح البصل طبعا، ومعانا البهارات بتاعتنا، بهارات مشكله وفلفل وملح وشويه كمون لو انت حابه. بعد ما تتشوح كويس هنضيف معانا الفلفل اهو زي ما انتم شايفين. هنديها بقى طبعا كده تقليبه حلوه. هي بصراحه عايزه رغيف عيش وتتاكل كده. بس طبعا احنا هنعمل سندوتشات حلوه جدا لولادنا في البيت، وضامنين نظافتها، كمان طعمها حلو، وعاملين تومية معاها ما شاء الله اللهم بارك حلوة جدا. كده قربت خلاص الفراخ تستوي. كنت عملت معاكم او عملت بطاطس محمرة، صبعنا كده بشوية بطاطس عشان لازم ايه طبعا لزوم الحشو وكده. حضرت كده الحاجة جنبي، حطيت الشاورما والتومية والخيار والبطاطس المحمرة، فردت معاكم كده اهو. العيش دايما الحتة دي بتبقى دايما متنية كده، بنتنيها طبعا عشان تستحمل السوائل بتاعتنا اللي احنا بنحطها. لو حطينا مثلا تومية كاتشب مايونيز، لو في كاتشب ممكن تحطي كمان على التومية، بس ما كانش عندي غير التومية بصراحة. هنحط كده شوية من الفراخ على حسب ما انت عايزة بقى، حابة تحطي فراخ بس، حابة تحطي بطاطس سندوتشات بطاطس من غير فراخ، حابة تعملي ميكس. هنجيب كده طبعا البطاطس نرصها، الخيار. بصوا انت بقى وايه، انت وابداعاتك يعني. تمام، زي ما قلت لكم حابة تعمليها بالبطاطس بس او بالفراخ مع بطاطس، تمام مفيش اي مشكلة. انا بعملها لهم كده يعني على طول اهو. هنلف مع بعض كده واحده واحده لحد ما تتلف معانا، بس لازم نقفل من الجناب تمام، عشان لما نيجي كده نمسك الساندوتش ما ينزلش مننا او اي حاجه. بصوا عملت هنا كميه، وسخنت جنبي هنا طاسه تيفال على البوتاجاز يعني، وهديت النار عشان نديه تحميصه حلوه بقى ولون حلو كده هتشوفوه مع بعض دلوقتي. حطي بقى كميه زي ما تاخد معاكي، وتضغطي كده ضغطه بسيطه عشان تديكي التحميصة الحلوة زي ما انتم شايفين. بصوا شكلها حلو جدا جدا اهو. بصوا الجمال حلو قوي قوي. وهنا كنت خلاص لفيت كل الكمية، ومستنية طبعا لما اخلص الكمية كلها. لازم كده يعني نحمصها على كل الجوانب. لو ما عندكيش، وده كده برضو على صينية عندي على يعني مكان تاني بيتحمص اهو. بصوا طلعنا كده هنا، وهنطلع بقى طبعا كل الكمية اللي معانا. بصراحة يعني حلو جدا وبسيط. بصوا الجمال، بصوا الحشو حلوة جدا جدا. وجنبك بقى طبعا التومية، حابة تغمسي تمام
يعني تكملي بقى الطعم كمان. بصوا حلوة جدا جدا، هوريكم اهو. لا بجد كانت حلوة، وبشكركم جدا. بقول لكم اشكركم جميعا على مروركم الكريم، واشوفكم دايما ده طبعا كده بخير يا رب وسلامة. مستنية بقى منكم تعليقاتكم وكلامكم الجميل. كان ده فيديو النهاردة، وكان معاكم دعاء صلاح. اشوفكم على خير، مع الف مليون سلامة.